النهاردة موضوعنا عن مشكلة بيواجهها كل الناس في مرحلة ما من حياتهم، والمشكلة ديت مشكلة كبيرة جدا ولازم نفهمها كويس قوي، وهي تسوس الأسنان. والسؤال الأول كان: دكتور، أنا بغسل أسناني كل يوم ومع ذلك برضو بتسوس ليه؟ سؤال مهم جدا، لأن الموضوع مش بس في غسيل الأسنان، المهم إزاي بتتغسل وإمتى. اللي بيسبب التسوس هي بكتيريا بتتغذى على بواقي الأكل، خاصة السكريات والنشويات. البكتيريا بتتغذى عليهم وتفرز أحماض تهاجم طبقة المينا بتاعة الأسنان، ولو مش بتغسل أسنانك بطريقة كويسة تخلي الفرشة توصل لكل الزوايا اللي ما بين أسنانك، فضلات الطعام بتفضل موجودة هي في الزوايا دي، وبالتالي تفضل تفرز أحماض أكتر تخلي تسوس الأسنان يحصل ما بين الأسنان وبعضها. كمان في حاجتين مهمين جدا لازم نبقى عارفينهم ونخلي بالنا منهم. بعض الناس بيكون عندهم لعاب قليل، يعني عندهم جفاف في الفم، وناس تانيين بيكون عندهم ضعف في طبقة المينا بتاعة الأسنان. المشكلتين دول لو الاتنين موجودين او واحدة بس منهم اللي موجودة، فهي عامل كبير جدا من عوامل تسوس الاسنان، حتى لو الشخص ده بيغسل اسنانه كويس جدا وبصفة دورية منتظمة، بس دليل ان في حاجة في الروتين محتاجة تتظبط. والسؤال التاني كان: هل يا دكتور السكر هو السبب الوحيد للتسوس؟ خليني اقول لك يا صديقي ان السكر هو اشهر سبب، ولكن مش هو ده السبب الوحيد. على فكرة اللي بيعمل المشكلة هو مش كمية السكر اللي انت بتاخدها في يومك، لكن عدد المرات اللي اسنانك بتتعرض فيها للسكر خلال اليوم. يعني لو كل شوية بتشرب عصير او بيبسي او تاكل حاجة مسكرة، فالوسط بتاع الفم عندك هو وسط حميضي طول اليوم، وبالتالي ده انسب وسط لنمو البكتيريا، والوسط اللي بيساعد البكتيريا ان هي تفرز احماض، والاحماض اللي البكتيريا بتفرزها بتكون فعالة جدا في الوسط الحميضي ده، لان كله وسط حمضي، فبالتالي المينا بتكون ضعيفة جدا، وقدرتها على مكافحة التسوس وقدرتها على مكافحة الاحماض دي بتكون ضعيفة جدا في الوقت ده وفي الوسط الحميضي ده، واللي بيكون السبب الاساسي والرئيسي فيه هو انك تاكل او تشرب اي حاجه مسكره. عشان كده الناس اللي بيشربوا كميات ميه قليله او عندهم جفاف في الفم دولت بيكونوا اكثر عرضه لحدوث التسوس من غيرهم. من ضمن الحاجات برضو المهمه جدا اللي اللعاب بيعملها، وهو انه بيقدر في خلال 30 دقيقه بس يعادل الوسط في الفم عندك ويرجعه تاني ناتشرال او متعادل، وبالتالي يزود مناعه المينا بتاعت الاسنان ضد التسوس. لكن لو انت يا دوب بعد ساعه او ساعتين اكلت حاجه تاني مسكره او شربت حاجه تاني مسكره، اعرف ان الوسط بتاع الفم عندك هيرجع تاني حامضي، ويقعد نص ساعه او ساعه اللعاب يكافح علشان يقدر يوصله لانه يكون متعادل، او البي اتش بتاعته بتكون 7. كل ما ننزل لتحت نقل في العدد في البي اتش بيكون وسط حامضي، كل ما نزيد فوق ال7 بيكون وسط قاعدي او قلوي، يعني 7.5 و8 و9 كل ده وسط قاعدي، لكن 6 و5 و4 كل ده وسط حامضي. وكل طبقه من طبقات الاسنان بتقدر تكافح التسوس لحد بي اتش معين، يعني مين الاسنان بيقدر يكافح التسوس لحد بي اتش 5 و4.5، لكن طبقه العاج اللي موجوده في الاسنان اقصى درجه حموضه تقدر تكافح عندها التسوس لما البي اتش بيكون عند 5.5. عشان كده حاول دايما هتاكل سكريات، كل يا سيدي سكريات، مش هقول لك احرم نفسك، بس جمعها كلها في وقت واحد. نصيحتي ليك هي دي، بحيث تحافظ على الوسط بتاع الفم عندك لاطول فتره ممكنه قاعدي او متعادل، بس كده موضوع بسيط جدا. والسؤال الثالث كان: هل يا دكتور ينفع اعالج التسوسات اللي عندي ديت بدون حفر في الاسنان؟ والاجابه ايوه، احيانا لو تسوس لسه في بدايته جدا، يعني تسوس سوبرفيشال سطحي الى اقصى درجه ممكن، يعني ممكن يكون مجرد بقعه بيضاء او بقعه لونها بني موجوده على سطح المينا. المرحله دي احنا ممكن نوقف التسوس ده قبل ما يوصل لطبقه العاج اللي موجوده تحت طبقه المينا، وقبل كمان اصلا ما يخترق طبقه المينا نفسها. والعلاج هنا بيكون باستخدام الفلورايد. يعني ايه؟ يعني بنعمل حاجه اسمها ريمينراليزيشن للمينا، بحيث ان احنا نعيد تقويتها ونعيد دعمها بالمعادن الكافيه والكالسيوم والفوسفور. كل ده بيحصل لما بس بمجرد ما بندهن طبقه المينا ديت بماده الفلورايد، ده بيخليها ترجع تبقى قويه من تاني، وبالتالي توقف مفعول الاحماض والبكتيريا والتسوسات ديت، ويبقى حاجه اسمها ارستد كيرز. يعني ايه ارستد كيرز؟ يعني تسوس ثابت خلاص خامل، وقف لحد كده، مش هيزيد اكتر من كده، مش محتاجين نعمل حشو، مش محتاجين نعمل اي حاجه، لانه توقف على هذا الوضع. لكن بقى لو التسوس عدى طبقه المينا ووصل لطبقه العاج، فانت كده يا صديقي لازم خلاص تعمل حفر للضرس ده علشان تقدر تشيل كل التسوس اللي موجود، وتعمل كمان حشو ليه. فالخلاصه يا صديقي ان الحل بتاع اننا نعالج الضرس بدون حفر موجود، بس بشرط اننا نكتشف التسوس ده بدري قبل ما يكون تخطى طبقه المينا ووصل لطبقه العاج. والسؤال الرابع كان: ايه الفرق ما بين تسوس الاطفال وتسوس الكبار؟ تسوس
الاطفال اسرع واخطر، وده لان طبقه المينا عند الاطفال الثيكنس بتاعها بيكون اقل، يعني سمكها اقل، واللعاب قدرته على معادله الوسط بتاع الفم بيكون اضعف واقل برضه، وبالتالي قدرته على مكافحه التسوس والبكتيريا اجمالا بتكون اقل، فالتسوس بيحصل اسرع بكتير جدا من التسوس اللي موجود عند الناس الكبار. ده طبعا حاجه تانية كلنا عارفينها، وهي ان الاطفال بياكلوا سكريات اكتر كمان من الناس الكبار، وبرضه بيغسلوا اسنانهم بمعدل اقل من الناس الكبار. وما تنسوش لو عندك اي سؤال جديد سيبه لنا في الكومنتس يا عالم، ممكن يكون سؤالك هو موضوع الحلقه اللي جايه. اشوفكم على خير في فيديو جديد. كان معاكم دكتور عبد السلام محمد، وسلام.